القاهرة، هنا التاريخ، هنا الأهلي، مصنع البطولات ومحطم الأرقام القياسية وزعيم أفريقيا. وبما إننا اتكلمنا وقلنا البطولات وزعيم أفريقيا، يبقى لازم نتكلم عن مباراة مهمة جدا، وهي مباراة هتحدد مصير بطولة كبيرة ومهمة للنادي الأهلي وجمهور الأهلي. مبدئيا كده المباراة هتكون يوم 15/9 الساعة 9 مساء بتوقيت القرى مكة المكرمة. هتقام في السعودية وتحديدا في مدينة الطائف، واختيار الطائف تحديدا لجوها المعتدل والجميل جدا. مباراة السوبر الافريقي بين الاهلي بطل وزعيم افريقيا واتحاد العاصمة بطل الكونفدرالية. بالنسبة لعدد المشاركات في البطولة، فخلينا نبدأ بالكبير وزعيم افريقيا طبعا النادي الاهلي، اللي عنده رصيد كبير جدا 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 من المشاركات برصيد 10 مرات مشاركة. قدر يتوج باللقب 8 مرات، وفي طريقه للقب التاسع ان شاء الله. اما اتحاد العاصمة بيشارك لأول مرة هذه النسخة. خليني أكلمك عن تشكيلة الأهلي المتوقعة، ونحاول ندخل جوه عقل الساحر كولر ونفكر بنفس تفكيره. مباراة مهمة وعلى بطولة كبيرة تمهد لبطولة كاس العالم للأندية، يبقى أكيد التشكيل لازم يكون مثالي واختياراته دقيقة جدا وبعناية شديدة، وده حسب طبعا الأوراق والعناصر اللي بيمتلكها. طبعا موقف موديست مهاجم النادي الأهلي الجديد، وأيضا رضا سليم الجناح الطائر للنادي الأهلي، وأيضا إمام عاشور الصفقة الجماهيرية الضخمة. موقف الثلاثة دول تحديدا من التشكيل هيكون إيه؟ ده اللي هنعرفه لما نمر مرور سريعا على تشكيلة النادي الأهلي المتوقعة لمباراة مهمة وكبيرة وعلى بطولة زي دي. مبدئيا كده تعالى نبدأ في حراسة المرمى، وطبعا بلا شك والأكيد وهو محمد الشناوي، حارس العملاق اللي بيفرق مع فرقته جدا وبشكل كبير جدا وبيصنع الفارق دايما. قدامه 2 قلبي دفاع، رامي ربيعة ومحمد عبد المنعم، وهنا طبعا كولر بيدفع برامي ربيعة نظرا لغياب ياسر إبراهيم للإصابة في العضل. أما عن الناحية الشمال فعلي معلول طبعا بكل تأكيد اللاعب اللي لما بيكون في حالته ومفوق بيفرق جدا مع الاسكواد، مش بس كده وكمان في نتيجة المباراة. على الناحية اليمين المتألق الشاب صاحب جائزة أفضل باك رايت محمد هاني. نص الملعب إمام عاشور الصفقة الجماهيرية اللي أشعلت حماس جماهير النادي الأهلي وأفضل ديفندر في جنبه ألو ديانج، ومروان عطية هيلعب نص ملعب كمركز 6 بمهام دفاعية. أما عن الوينجين فبيرسي تاو والمتألق حسين الشحات. أما عن خط الهجوم الناري بقى ومركز 9 والمهاجم الصريح في النادي الأهلي بطريقة كولر المجنونة والشخص الجريء جدا، هتلاقيه بيبدأ بالصفقة الجديدة طبعا أنتوني موديست، يعني من الدار للنار على منصة التتويج عدل على طول، وأول بطولة مع الكتيبة الحمراء وتاني لقب في مسيرته إن شاء الله هيكون السوبر الأفريقي. وده مش هيكون غريب جدا أو غريب أو حاجة مجنونة بالنسبة لكولر. قبل كده لعب بكهربا بعد عودته من الإيقاف عادي خالص، دفع بيه وكان بيلعب وينج وكان بيلعبه مركز 9 صريح، وكمان لعب بخالد عبد الفتاح وكان لسه راجع من إصابة. ده متهور وشجاع ويعمل أي حاجة ومحدش يقدر يتوقعه. هنلاقي مباراة مجنونة، هنلاقي مباراة على صفيح ساخ وتنظيم عالي جدا من الدولة المستضيفة للبطولة وهي السعودية في مدينة الطائف. إن شاء الله النادي الأهلي في طريقه للبطولة التاسعة على حساب اتحاد العاصمة الجزائري، الفريق اللي أول مرة بيشارك في النسخة وفي البطولة.